بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن أداة مطبخ لا غنى عنها، الكبة الخاصة بفرم اللحمة والخضار. هي فعلا بتسعى اننا نشتريها، وهل هي هتوفر معانا وقت وجهد في المطبخ؟ خليكم معايا لآخر الفيديو علشان تعرفوا كل التفاصيل والمميزات والعيوب بصراحة تامة. زي ما احنا شايفين الكبة معانا فيها سرعتين، فيها قشر الثوم وهي مساحتها 2 لتر، وفيها 6 سلاح. هنتكلم عن الحاجات دي بالتفاصيل. النوع الكبة اللي هي فود شوبر. هنفتح مع بعض الكرتونة علشان خاطر نشوف ايه المكونات فعلا المكتوبة بره هي الموجودة في الكرتونة بالظبط ولا في اختلاف. فأول ما فتحنا الكرتونة لقينا معانا أول حاجة هو الموتور بتاع التشغيل، وده أهم حاجة في الكبة، ودي قشرة الثوم. باقي معانا لسه اللي هو الدرق بتاعها أو اللي هو الكبة نفسها، اللي هي زي ما شفنا بره مكتوب على الكرتونة بتاعتها انها مساحتها 2 لتر، يعني مساحتها كبيرة، يعني المفروض ان هي بتاخد معانا اي كمية كبيرة ممكن تسعفنا بيها. ده الموتور اول حاجة شفناها او اول حاجة طلعناها من الكرتونة. زي ما احنا شايفين دلوقتي هو ماركة هور، صناعة تركي طبعا. موديل الحاجات التانية بتبقى مكتوب عليها، ودول الدرجتين او السرعتين بتاعتها، هاي عالي او لو اللي هو ابطأ حاجة للتشغيل. هي شكلها سهلة، الزراير بتاعتها كبيرة، وكمان يعني ده اللي هو بيركب فيه السكاكين عشان تبدأ تفرم معانا اي حاجة هنفرمها زي اللحوم والخضروات. لو هنقشر توم، صراحة هي حلوة قوي. دي اول حاجة، قشرت التوم. جميلة، يعتبر برضو فيها 6 سلاح، بس طبعا السلاح بتاعها بيكون طري معانا في الملمس عشان خاطر التوم ما يتكسرش مننا ويبوظ. شايفين طري ازاي؟ هو ممكن نستخدمه في حاجات تانية يعني مش لازم نستخدمه في التوم بس، احنا ممكن نستخدمه في حاجات تانية. مثلا يعني كخفق للبيض، فهي تسعفنا في حاجات كتير. ده الذرة معانا، شايفين شكلها جميل صراحة، والوانها جميلة. واحسن حاجة فيه هي القطعة اللي تحت دي، او اللي هي الجلدة دي اللي هي بتخليه يحافظ على ثباته في المكان اللي هتحطيه فيه، بحيث ان احنا واحنا شغالين ما يتحركش مننا ويضايقنا. فده بيثبته، بيخليه يثبت مكانه ما يتحركش. صراحة دي عجبتني جدا. ده طبعا الغطا بتاعه بيتقفل بطريقة سهلة جدا، مش محتاج ان هو يتربط او اي حاجة، هو كل اللي بيتعمل ان هو بيتضغط عليه بس. شايفين سلس جدا. طبعا دي السكاكين بتاعتنا او الاسلحة اللي هم حوالي 6، والميزة ان هم 6 فوق بعض، لان هم يقدروا يفرموا اي كمية ويفرموها ناعم. انت متخيل؟ يعني لو في حاجة قليلة معاكي هتتفرم من تحت، لو في حاجة كمية كتيرة هتفرم معاكي من تحت ومن فوق. فدي حاجة ايه، كويسة جدا. كمان الأحسن ان هي الأسلحة مش ثابتة، انا ممكن اقدر اشيلها لو انا محتاجة اعمل حاجة بسيطة، كمية قليلة ممكن استخدم مثلا سلاحين بس او 4 زي ما انا عايزة. هعمل كمية كبيرة بستخدم ال6. وكمان الحاجة اللي عجباني جدا جدا ان الاسلحة معاها دي يعتبر حماية زي ما احنا شايفين، بحيث ان السلاح بتاعها حامي جدا، فهو ممكن يعورنا، لكن ده الحماية بتاعتها بيخلينا ان احنا نقدر نغسلها ونشيلها علشان خاطر السلاح هو ايه، ما يعورناش. كمان لما بيتشال كده بيبقى سهل معانا في التنظيف، يعني احنا ممكن ننضفه بكل سهولة ويسر. الحاجة التانية معانا بقى انه الشفشق بتاعها او الدرق، يعني هو كحجم او كوزن هو خفيف جدا. طبعا معمول عليه المقاييس، ده بالكوباية بالكوب.
يعني كمعيار، لو انت هتعملي معيار بكوباية فهو محددلك ان كده مثلا 8 كوبايات، 6 4. الصراحة حاجة جميلة، مش محتاجة ان انت يكون عندك اي حاجة تعايري بيها او توزني، هي فيها كل حاجة تساعدك. هنا كمان المعيار بالملي او اللتر يعني موجود معانا لحد 2000، لان هي 2 لتر. زي ما احنا شايفين مش عارفة انتوا شايفينها كويس ولا لا. بيبدأ معانا من 250 500 750 جرام، الجرامات كمان. لا حاجة الصراحة جميلة. بس هو اللي مش عاجبني انه انا حاسة ان هو خفيف جدا، الخامة بتاعة الشفشق نفسه او الدورق نفسه خفيفة جدا، فانا مش عارفة هي دي ممكن تستحمل معانا ولا لأ. هل هي ضد الكسر ولا لأ، لان مجربتش حاجة زي دي. بس هي كحجم صراحة جميلة. والموتور بتاعها هو بقى مشكلته حاجة، ان هو احنا ممكن بنفضل نحتاج ان احنا نلف بيه لحد ما نسمع التكة كده ان هو ايه، كده ماسك يعني راكب في المكان صح. وبكده نكون خلصنا الجزئية بتاعتنا، واستنوا فيديو تاني هجرب لكم الكبة وهنعمل فيها لحمة. بس بصراحة لو بتدوري على أداة تسهل عليكي الشغل في المطبخ وتوفر وقت وجهد، دي ممكن تكون اختيار مناسب طبعا حسب احتياجاتك. لو جربتيها قبل كده شاركينا رأيك في التعليقات، ولو عندك أي أسئلة اكتبيها وأنا هرد عليكي بكل سرور.